سلام خياتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة، يومكم طيب ومنور ببركة الرحمن. اليوم راح نخدموا مع بعض موديل مطلوب بكثرة هاد الأيام، بقماش المنمر ولاستيك بدون تكلفة بإذن الله. هاو الموديل قدامكم، لكن الأكمام مانيش راح نخدمهم كيما هذا الموديل. هنا الأكمام راهم الكتافات مكشوفة، أما أنا راح نخدم الأكتاف مغطية، يعني ما تكونش في الكتافات كيما هكذاك، اما الباقي كله كيما الفوطو. المهم بلا ما نوصيكم خياتي، نتمنى منكم دعم القناة بالاعجاب والبرتاج والاشتراك وتفعيل الجرس. لكل زائرة جديدة مرحبا بك معنا، نورتينا، ومرحبا بكم بتعليقاتكم استفساراتكم واقتراحاتكم، راح نرد عليكم بإذن الله. نبداو بسم الله. نطوي القماش تاعنا على طول، نحكموا القماش تاعنا طوله 2.5 متر والعرض نتاعو 1.5 متر. نطووه على جهة الحاشية ونحو من نطووه كيما هكذا على جهة الحاشية، ونقيسو 40 سنتيمتر. جهة الحاشية هذيك يعني هي اللي راهي 2.5 متر، اما احنا ما نطويين درك على العرض نتاعو 1.5 متر. هذيك 1.5 متر نحينا منها 40 سنتيمتر. هذه الطبقة الأخيرة. في القندورة راح تكون عريضة وفيها كشكشة شوي. يعني هنا طول الطبقة هذه 40 سنتيمتر وعرضها 2.5 متر. بعدها نروحوا القماش اللي قاعد لنا، شفتوا نفس الخطوة، شوفوا نفس الخطوة كيما راهو مطوي على 4. احنا نخلوه في نفس الاتجاه ونطووه على القيس اللي نحتاجوه فقط. أنا هنايا طوينا غير القيس اللي نحتاجوه، أما الباقي خليناه. احنا هنا نحتاجو قيس 65 سنتيم، يعني طول القماش. شوف راه مطوي في الجهة اللي راني واقفة فيها أنا، من هيك راه مطوي. نعاود نقيس 65 سنتيم ونقص القماش تاعي. هذه الطبقة راح تكون من الخصر للأسفل، يعني القيس نتاعها الطول نتاعها راح يكون 65 سنتيم. العرض نتاعها هو اللي قعد من القماش كي نحينا 40 سنتيم، يعني راح يقعد 110 سنتيم. لكن أنا بعدها هشتغل القماشة هذه بعدها، يعني عاود نحيت منها تقريبا 20 سنتيم في العرض هذاك اللي قعد لي 110، نحيت 20 سنتيم، يعني قعد لي 90 سنتيم منها. نعاود شتو القماش هذا اللي قعد نروح ونخدمه منه الصدر. طويناه على 4 تاني، وقسنا 27 سنتيم طول نتاع الصدر. هنايا اللي راح نخدمه منه الصدر 27 سنتيم. أما العرض نفسه خليناه كيما راهو مطوي هكذاك القماش، نخلوه كيما راه. نروحو نقيسو هنايا 12 سنتيم، نقيسو 12 سنتيم، نحدو المكان اللي راح نديرو فيه الأكمام ونهبطو تاني ب 12 سنتيم. اللي يحب الصدر فيه كشكشة ياسر ما يدخلش ب 12 سنتيم الفوق هذيك، يدخل غير شوي برك 8 7 فقط. أما يهبط ب 12 سنتيم. هناك عاد المولات القندورة هذه ما قالت لي ما ديريش كشكشة في الصدر ياسر، يعني خليها غير في الخصر والتحت، ما ديريش ياسر. أما الكمام ديري لي فيهم الكشكشة. نروحوا نحو هنا من تحت القطعة هذيك باش ما تجيناش القندورة نتاعنا فيها جوانح من الأسفل لتحت القندورة، يعني لازمنا نحو هكذاك باش تتريقل من الأسفل كامل. نروحوا درك القطعة اللي قاعدة تشوفوا كيفاش راني نطوي فيها. هنا راح نخدم منها الأكمام، شوفوا لي مليح كيفاش راني نطوي فيها. الأكمام عندي طبقتين، الطبقة الأولى تكون عريضة شوي والطبقة الأخرى تكون أقل منها. الطبقة الأولى تكون 20 سنتيم والطبقة اللي أقل منها راح تكون عندنا 14 سنتيم فقط. شوفوا كيفاش راني نطوي فيهم. هنا راح نحدد طبقتين، الطبقة الأولى هذه نزيد نقسمها على 2.
هنا طول الكمام هادو اللي راهم هنا 52 سنتيم، هذا الطول تاعهم 52 راهي مطويه يا اخي. كي تفتحوها تلقوها 104 كيما هكذا. نروحوا للطبقة الثانية اللي راح تكون أرقق من الطبقة اللي راهي لتحت. نطوها ونقسموها على 2 تاني. كما راه موضح راح تكون الطريقة هذه. نديرو خط منحني اللي راح يتخيط في حردة الإبط تم تاع الصدر هذيك. انحناء اللي راح يتخيط في حردة الإبط، ونزيدو انحناء منه تاني نفسه. هاي اللي ما تعرفش كيفاش اللي قداش دير الانحناء ولا كيفاش، تحطي برك الطبقة تاع الصدر وتشوفي الانحناء نتاعها وتفصلي عليها. راح تكون هنا عندنا طبقتين، واحدة عريضة طولها 20 سنتيم والأخرى طولها 14 سنتيم. أما العرض نتاع الكمام قلت لكم يكون 1.4 سنتيم، يعني كي تكون الأكمام متنية على زوج راح تكون عندكم 52 سنتيم. كي تجي فيها كشكشة راح تكون فيها كشكشة مليح، فهمتوني؟ راح تكون هايلة. بهذه الطريقة راح تكون، يعني شفتوا هنا لاستيك في الصدر غير يجي شوي فقط. نروح درك للخياطة الصدر والأكمام مع بعض. شوفوا هذيك الأكمام الطبقتين هذوك، يعني المبتدئات خيطوهم ديريكت مع بعض من البداية قبل ما تلصقوا في الصدر هكذا، باش تجيكم غير طبقة واحدة فقط، يعني غير شغل قطعة واحدة وتقعدوا تخدموا فيها، ما تقعدوش تخلط لكم ياسر طبقات والآخر. هنا راني نشد فيهم نخيط فيهم في المكان تاع حردة الإبط هذاك اللي درناه. وكما قلت لكم اللي حابة الصدر فيه الكشكشة بلاستيك ياسر، يعني تخليه ما تقصش 12 سنتيم، ما تقصش 12 سنتيم، يعني يا ربي إلا كان دارت 7 8 سنتيم فقط. وأما الباقي تخليه للصدر باش كي دير لاستيك يجيها الكشكشة فيه. أما الموديل اللي عندي أنا اللي حبته للزبونة ما فيش كشكشة ياسر في الصدر، فيه في الأكمام هي اللي فيه معتمدة فيه الكشكشة ياسر. دايما كما عودتكم اني نعاود الخياطه مرتين وندير لها تاني السرفله هكذا، باش خاصه القناطر تاع الدار يعني فيه مغسيل دائم ويتلبسوا دايما هكذا باش نحافظوا عليهم ما يتقطعوش في ساعه. المهم نروح نخيطوا الاكمام تاعنا في 2 ونحكموهم مليح. خياتي ما تنساوش دعم القناه بالاشتراك والبارطاج والإعجاب بالفيديو باش يطلع لخياتكم وحدين اخرين. مرحبا بكل استفساراتكم واقتراحاتكم. المشتركات الجدد نورتوني، مرحبا بكم، ربي يحفظكم ان شاء الله دنيا واخره. الموديل هذا راهو موديل مطلوب بكثره وهايل في اللبس نتاعو، يعني مريح ومش مكلف خلاص، ما فيهش اصلا ما فيه حتى حاجه، فيه غير لاستيك والقماش، ما فيه حتى تكلفه. واي مبتدئه تقدر تخدمه بكل اريحيه. يعني هنا راني نخيط في الطبقتين تاع الكمام، نشد فيهم هكذا مع بعض باش من بعد كي نولي باش ندير لاستيك تجيني سهله الخدمه. يعني اتجاهات في 2. انتبهوا فقط للفيديو مليح ولا غير دوك تفهموا الحوايج الكل، يعني شغل هضرتي غير زايده ناقصه، فهمتوني؟ راهو الفيديو موضح. نحط درك لاستيك
شوفوا لاستيك نتاع الصدر راني شديته تم بجناب، شفتوه في البداية وبداية الصدر، وفي الجهة الأخرى في حردة الإبط تاع الصدر هذاك، وفي حردة الإبط الأخرى راني شديته بجناب باش ما أنا يعني درت القيس فقط اللي نحوس عليه، ومن بعد مشيت كامل الأكمام. يعني أنا درت القيس اللي نحوس عليه في الصدر من حردة الإبط لحردة الإبط الأخرى، شديت لاستيك بجناب من حردة الإبط وبجناب في حردة الإبط الأخرى، شديته يعني بالإبرة هذيك بالماشينة، خيطت عليه. ومن بعد في الأكمام أني ما خيطتش فوق لاستيك، أني نخيط غير فوق القماش برك. إن شاء الله تكونوا فهمتوني برك. يعني الأكمام هنا لاستيك تاعهم ماهوش مخيط، راهو الداخل، وأني خيطت غير القماش. اما في الصدر اني خيطت يعني لاستيك شديته، يعني شغل باش ندير غير القيس اللي نحوس عليه انا، باش ما يتجبدش لاستيك منا ومنا مع الكمام، تولي دائرة الرقبة كامل تتجبد فيها اللاستيك كامل يدور. لا، انا خيطت الصدر من الامام والخلف لاستيك نتاعهم خيطته، اما الاكتاف ما خيطوش. على خيطته في الصدر هكذا باش نتحكم في قيس الكشكشة اللي نحوس عليها أنا فقط في الصدر. أما الأكمام راهو فيهم الكشكشة ياسر يعني. إن شاء الله تكونوا فهمتوني برك. وهنا هذه أصلا يعني الأخر الخطوة هذه كل واحد كيفاش يحب يخدمها. كاين يعني هي الأفضل بلاستيك يكون أعرض من هذا. شوفوا كيفاش الطريقة، شوفوا هنا نتاع الصدر الفتحة الصدر هذيك ماهيش مكشكشة ياسر كيما الكمام. هنا درك راح نخدم الطبقة الثانية من الخصر وتهبط للتحت باش نعاود نلصقوا فيها الطبقة الأخيرة كامل. يعني هذه الطبقة الوسطانية من الخصر الأسفل، هذه راح تكون عريضة. يعني قلنا العرض نتاعها 90 سنتيم والطول 65 سنتيم. راني ندير لها في بلي هكذا باش تكون عريضة شوية على الصدر. بعد كي نخيطوها في تاع الامام والخلف، القطعتين في زوج الامام والخلف، نعاود نلصقوا فيهم اللاستيك في مكان الصدر. نديروا 4 طبقات استيك في مكان الخصر، استغفر الله يا رب مش صدر. يعني كاين موديلات من الصدر من بداية الصدر حتى الخصر كامل استيك، اما هذا الموديل راهو غير في الخصر فقط، فيه خدمت فيه 4 طبقات نتاع استيك. راني كما خبرتكم دائما نعاود الخياطة. شوفوا راني نحط في لاستيك هنا لاستيك كل وحده كيفاش. كاين كيما مثلا هذه اللي راني نخيط لها الزبونه، قالت لي ديريها لي مضبوطه مع الخصر قد يعني تحوسها شغل مزيره شوي. اما كاين اللي يقولك خليها لي شوي عريضه، ما ديريها ليش مزيره ياسر. هذه الزبونه تاعي انا قالت لي خليها مزيره، يعني هكذا باش تفصل لها الصدر، يكون شغل الانحناء تاع الصدر باين بعد فيها. خيطت لاستيك القطعة الأمامية وحده والخلفية وحدها، يعني ما درتهمش كدائرة هكذا، شغل خيطت لاستيك كدائري ولا خيطت كل قطعة وحدها. ما تنسوش اللايك خياتي. ان شاء الله نكون قدرت نفيدكم وعجبكم المحتوى القناة. يعني هذه الايام باذن الله راح نحط لكم موديلات كثيرة، فيهم موديلات تاع بنات ونساء. شوفوا كيفاش ولات بلاستيك. نروح نخيطوا الاتجاه الاخر تاني تاع الخلف. هنا راني درت لها كامل سورجي.
نخيطو من في الجنبات برك نتاع القندورة، وكالعادة نعاودو الخياطة. موديل هايل يعني مريح بسيط، وأي مبتدئة يعني تقدر تخدمه بكل أريحية. شوفوا كيفاش خرجت النتيجة. نروحوا للأكمام نتاعنا نديروا ثانية خفيفة قيس 2 مليمتر هكذاك. أنا كنت دايرت له من قبل دايرت له سرفلة في الأكمام، باه القماش ما يبقاش يخرج لي في الخيوط، والخياطة الثانية تجيني منظمة. نحكموا نديروا الثانية في الطبقة الأولى وفي الطبقة الثانية تاني، يعني ثانية رقيقة برك في الطبقة الأولى والطبقة الثانية. هنا السرفلة راح تعاونك مليح، يعني الثانية راح تجيك رقيقة وبلا ما تتعبي. إلا ما عندكش السورجي وعندك البيت بيش نتاع الثانية هذيك الرقيقة تاني راح يعاونك مليح. وإلا كان ما عندكش البيت بيش يعني كبري بالك شوية برك وتخدميها بربي إن شاء الله، يعني مش حاجة كبيرة. نكملوا كامل الكمام تاعنا بالطريقة هذه. الأخرى الثانية هذه رقيقة، الطبقة الأولى والطبقة الثانية، والنتيجة راح تكون رائعة في الكمام، يعني الكشكشة نتاعهم رائعة إذا اعتمدتي الطريقة اللي قلت لك عليها، يعني الطول والعرض نتاع الأكمام راح تكون النتيجة رائعة. نروح درك للطبقة الأخيرة اللي درناها الأول هذيك في البداية كامل، اللي قلنا الطول تاعها 40 سنتيمتر والعرض على القماش على طول القماش كامل اللي هي 2 مترتين ونص. نخدموها كامل ونديروا لها لي بلي هكذا باش تجينا فيها كشكشة أكثر من الطبقة الثانية. وبنفس الطريقة تاني نخيطوا المرة الأولى ونعاودوا الدوزيام، كي نكملوا نديروا الثانية في الأسفل كامل في الطبقة هذيك، نديروا لها الثانية تاعها تاع الأسفل. الثانية قيس 1 سنتيم، ونعاود نديروا لهم سرفلة كامل هكذا باش ننظموا الخياطة نتاعنا. هذه النتيجة. شوفوا الكشكشة من تحت يعني جات عريضة يعني روعة، أني قلت لكم 2 متر ونص هذيك لتحت. هكذا نكونوا كملنا الموديل تاعنا، وصلنا لنهاية الفيديو. الموديل بسيط ومريح. شوفوا النهاية نتاعو كيفاش خدمت معاه كيف الشوشو هكذا. شوفوا الكشكشة نتاع الكمام رائعة جدا. المهم خياتي ما تنسوش دعم القناة والبارطاج والاشتراك وتفعيل الجرس. نتمنى لكم كل خير، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وقدرت نفيدكم بإذن الله. في أمان الله.